في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. أميرة عندها 33 سنة، أميرة مستقلة مالياً، بس الشغل واخد منها كل طاقتها. الفلوس بتيجي بس على حساب نفسها. المشكلة مش إن في حاجة غلط، المشكلة إن الأمان المالي جه مع استنزاف طويل. لو كنت مكان أميرة، أول حاجة هعملها إني أفصل بين الفلوس والتمن اللي بدفعه عشانها. مش كل دخل ثابت يبقى آمن. تاني حاجة كنت هسأل نفسي سؤال صريح: أنا بدفع إيه مقابل المرتب ده؟ وقت؟ طاقة؟ نوم؟ ولو فضلت كده سنة كمان هل ده سعر أقدر أفضل أدفعه؟ تالت حاجة، مش هسيب الشغل، لكن هبدأ أستعيد جزء بسيط من السيطرة. أقلل حمل واحد، أرفض حاجة واحدة. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس مش كل إحساس بعدم الراحة يبقى دلع، أوقات بيبقى إنذار. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.